السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ سلامي على كل الاصدقاء. المهم اجتني رسائل هوايه اني ما اقدر اجاوب عليها، المهم سالوني هوايه على الزواج. قبل الامريكيه تروح للمحكمه تسوي عقد زواج وتدز الواحد عراقي بالعراق، تدز له شاب عراقي يسرقه بالسفاره ويجي يدز لها تجيبه. هاي بعد ماكو الامريكي تروح للمحكمه، هاي نقطه. اذا واحد بالعراق يدز وكاله لعمه، العمه هنا صديقه يسوي له وكاله حتى يزوجها امريكيه ويدز عقد الزواج، هذا اللي امريكا ما تعترف بعد باي وكاله. هسه الامريكيه شو تسوي؟ تروح وين؟ الاربيل، راحوا الاربيل، يجي الشاب بالعراق وين؟ بالمحكمه باربيل، يسوون عقد الزواج، الزواج بالمحكمه وجه لوجه، لازم يشوفه ويشوفه بالمحكمه. وقعوا عقد الزواج، صدقوني القنصليه جت هنا 6 اشهر تجيبه هذا الزواج. الشهادات، امريكا اللاجئ من يقدم لجوء اذا كان دكتور مهندس اي شيء يسجلوك انت، بس هنا امريكا ما تعترف باي شهاده، ما يعترفون باي شهاده. يعني هنا صديقي اسمه مهند دكتور اسنان يشتغل بسوبر ماركت، ما يعينوا دكتور. امريكا ما تعترف باي شهاده. شهاده امريكا معترف بها بكافه دول العالم، بس امريكا ما تعترف باي شهاده بالعالم. الشهاده الاولى الامريكيه، الثانيه كندا، الشهاده الكنديه ثاني شهاده بالعالم. امريكا ما تعترف بالشهاده الكنديه، فامريكا ما تعرف اي شهاده. اللاجئين اللي عنده مريض طفل، هذا يمشي بسرعه. مريض طفل ايش وقت تمرر بسنه 2003 لحد سنه 2009 2010، بهالفتره تمرض، انصاب بمرض، احتلال وجيش بالعراق وهوسه تمرض، هذا يقبلوه تمرض بسبب هالاوضاع. اللاجئين ابو الرمادي، ابو بغداد، ابو دياله، المناطق اللي بيها هوسه، هذول يقبلوهم. مثلا ابو الكوت، ابو السماوه ما يقبلوهم قليل لان منطقتهم امنه، بس المناطق اللي بيها هوسه يقبلوهم يمشوهم بسرعه. الشغل بامريكا هنا اللاجئ يجي حلاق، تصليح سيارات، الطباخ، شغله بمطعم يطبخ، هذا فلوس. المكيفات، تدفئه مركزيه مال فنادق، هاي فلوس هنا. المهم هواي عراقيين يقولوا لي خابرونا جماعتنا الوضع مو زين، يقول لك امريكا مو زينه، الدعم قليل. هنا المشكله هواي يصرعون عن امريكا. اكثر اللاجئين قلت لكم انا من يجيبوهم وين؟ يجيبوهم منطقه بها لاجئين هواي، هذا المنطقه الساكن بها صار له 2 3 4 5 ويجي ذاك وياه لا اشتغل انا، شوف راح يشتغل بمعمل واجى ياكل وينام بصفه مدينه، تبعد عليه ساعه ما يندلها، خامد بالمدينه، خامد ما يعرف شكو ماكو. والمدينه اللي بيها هو هنا بيها كنائس، بيها معابد. المسلمين عندهم جوامع، المسيح عندهم كنائس، اليهود عندهم معابد. الكنائس اللي هناك بيها لاجئين هواي، تعطيهم فلوس قليله لان هواي. زين انت من خامد بمدينه صار لك كم سنه وتباوعني. اللاجئين ينقسمون 3 اقسام. اللاجئين الصنف الاول اللاجئين العراقي اللي يجون هنا، الصنف الاول هذا شو يسوي؟ اذا خامد بالمدينه مالته سكن بيها 3 سنوات 4 حتى 5، ما يتحرك منا ومنا، يشتغل بمعمل، ياكل ويشرب، ويروح مثلا يروح الملهى ولا كان يصلح الجامع، هاي قاعد حياته خامد. يخابر واحد مبلغ يقول له الحياه تعبانه والله، ماكو شو اسمه، ولغه ما يعرف شيء انجليزي، تعبان يموت نفسه، تعبانه وامريكا مثل راك، وايضا تكتب يسمعون هيك، مو مشكله. الصنف الثاني اموره عدله، عنده فلوس، يعني كان ولد اسمه عدنان ليش المدينه، اول ما جاء صار له 6 اشهر خابره اخوه عنده فلوس، سياره وخير الله، قال له الامور تعبانه وماكو شغل. قلت له ليش؟ تقول له هيك، قال هذا اخوي هسه اقول له زين اموري لازم احول له فلوس، واحول اخوي الثاني والاخت والثاني في الثاني، وش اللي بهالدوخه؟ اقول له الامور تعبانه. فاكثر اللاجئين مشوا هذا الحكي، الامور تعبانه، امريكا مو زينه، امريكا مو زينه، اجمل دوله بالعالم، ولك امريكا قاره، وين يا هالزين؟ العراق زين، قاتل مقتول، شنو المستقبل واحد بالعراق؟ خطيه لاجئين بتركيا، لو بالاردن، لو بسوريا امورهم تعبانه، يقول لهم انتم تجون لامريكا، هذا اللي يقول لك لا تيجي لامريكا، خليه يرجع، ليش مشلت بشتونك وبيدك بامريكا؟ ولك امريكا جنه مال الله،
انت اللاجئ العراقي اذا كنت بالعراق او بسوريا او بالاردن او بتركيا، انسى الدعم. انا جبت بسوريا قلت لهم ما اريد فلوس بس اجي هنا، انت تعال هنا لامريكا وخذ امان وخذ مستقبل لاطفالك، الطفل له مستقبل، خذ امان وخذ مستقبل وخذ حريه، لك حريتك هنا، لا تعيش هنا بامريكا، شافوا بالعراق اللي عنده ابن من يصير عمره 18 سنه او 20 سنه، خليه شرطي او جندي راتب زين بس حالته حاله خطر. شنو هذا الشيء يعيش؟ تك صوره بيده رشاشه او مسدس تنزل على الفيسبوك، لك تعال هنا لامريكا، شوف بحار، شوف محيطات، شوف الحياه، ملك الجمال تمشي بالشارع قدامك شعر اصفر، لعيون زرق تلمع، لك هاي الحياه هنا، مو على البنات، تريد تصلي صلي، لك صلي، الحريه تجيك حريه تعيش هنا ملك زمانك. فهذا اللي يوصف امريكا مو زينه، هو تعبان، واكو لاجئين يكذبون، ما يحبون الخير غير واحد. هذا من عايش بامريكا هنا شو يسوي؟ يريد قدام قرايبه او قدام اصدقائه، بس هو بامريكا ما يريد واحد من قرايبه او صديقه يجي يقول لك هذا شو اسوي بيه؟ اريد بس انا بامريكا، زين انت ليش تقول امريكا مو زين؟ عمي ولك والله العظيم امريكا اجمل دوله بالعالم، امريكا مستقبل مال هنا، انت من تجي لهنا انت اشتغل تجيب المال، انت اضمن الحريه واضمن المستقبل هنا، امان تعيش امان، بالشارع ترقص ملك. امريكا مو زينه، هاي القاعه مال القمار، هاي انا سنه كامله اروحها واكثر، الفندق اشتريت به جديد، بس القاعه اروح لها من زمان القاعه، هاي ما ادري اسولف بهاي القاعه. اكو ولا صديق، اصدقاء هواي عندي اصدقاء هناك بامريكا. شنو؟ بالاسلام رب العالمين شو يقول؟ يوم القيامه الكل تصطف سويه، رئيس دوله، ابن وزير، الفقير كل سويه. هنا بامريكا يقول لك احنا بالحياه، عندنا بالحياه الكل سويه. هاي القاعه مال القمار، اسولف لك آزاد صديقي حتى انا نغلط، وصديقي من زمان، ابن زباري كان وزير الخارجيه، ابوه زباري، ابن آزاد هنا جيب الدفاتر يلعب صديقي من زمان هو، حتى قال له كل ابنك لك ما تشبع، قال ما اقدر، فلوس يخلصها نجيب غيري. عدنان هم صديقي من زمان، صار سنه شويه، ابوه عبد القادر عبيدي كان وزير الدفاع، الباق 70 مليون واجا، حتى ساكن بولايه فرجينيا، اشوفه هو عدنان هذا ابنه، اشوفه عبد القادر، اشوفه وزوجته وبناته كلنا فلوس، حتى زوجته تلعب قمار فلوس. فاليوم هاي القاعه فاليوم انا قاعد بيها، وغيره اكو وحده اسمها درمان ابو تفريقه، تعرفوها من هاي درمان؟ هاي صار لها هنا حوالي 4 سنوات، هنا الخامده كلها يوميه بالقاعه، هاي القاعه مال القمار، اكو بيهم وظيفه، تعتبر وظيفه، انا اطلع ساعه ب8 ارجع ب5، ذاك يلبس ساعه ب8 قبل القاعه ب5 يروح، وظيفه يعتبرها. هاي ريمان ابو تفريقه، هاي بنت رئيس الجزائري، نانا اعرفها، جيت وحدها، شوف بترئيس او بتنائب او مرت. هنا بامريكا انت وياها سوريا تمشي وحدها، مو بالدول العربيه، ابن وزير حمايه ومسدسات الدنيا هنا امريكا ماكو، انت ويا سوريا حالك، امريكا جنه مال الله، جنه مال. هنا شوف هذول اللاجئين اللي عايشين بمكان اكو كنائس ومعابد، يروحوا يدون فلوس قليله، انه مو لاجئين، من تروح المدينه ما بيها عرب، اكو كنائس معابد يعطوك فلوس كات، الله وكيلكم ماكو كنيسه ما رحت لها، ماكو معابد ما رحت، طبيت المعبد مال اليهود، لقيت الخان مرحبا اني وين مين يزيد، قال لي يزيد باليهود يعني صلاه، صلي، الصلاه باليهودي يعني يزيد، قال لي هناك صليت، قلت له اريد فلوس، قال لي انتظر، جاب لي ظرف ب 3000 خلي لي الكنائس تعطيك. هذا اللي يقول لك امريكا مو زينه، خام تعبان، لا عدل مو زينه، بالقاعه مال القمار، فاليوم قاعد يلعب 21 اني، يلعب موظف قاعد، موظف هذا مال الدوله قاعد قاعدين، قاعده تم وحده شعارها فوق كترينانو ولينا لابسه، جت بنتها حاجتها بالتليفون سمعت مرتب بالعراق وزوجها لابس عمامه وعباء، قلت لها انت زوجتي فلان؟ قالت لي، قلت لها هذا لابس عمامه بالعراق، قالت لي عمامه تجيب لنا دفاتر، خلينا نلعب، لك شوف الدنيا وين، ولك هاي امريكا،
اللاجئ عايش بتركيا او عايش بسوريا او بالاردن اللي يسولف لك عن امريكا امور تعبانه، هو تعبان، هو نايم بمدينه خامد. هاي امريكا 50 ولايه، انا رحت كاليفورنيا والميشيغان وشيكاغو وواشنطن 4 ولايات، وفرجينيا باقي لي 45 ولايه، كبيره ولايه، خافت لك مدينه تعبان. عمي امريكا جنه مال الله، مستقبل حريه، فلوس. يجيك ذول النواب الوزراء من العراق قالوا لك دفاتر بالقاعه مال القرآن، نلعب كنت فلوس. عمي اللاجئين اللي يقول لك امريكا مو زينه، كذاب، هذا كذاب، ما يحب الخير الك، يريد الخير بس الك. امريكا جنه مال الله، قرر حياه حريه، ماكو احلى من الحريه. وكاني من الاروعه تعباني كذابين، فلوس كت هنا. فنيجي هنا اذا يروح على كنائس معابد يعطوا فلوس. هذا من اطبق على القمار. ابني الوزير فلان يقعد من اسبه ويسبني، يا بالعراق اكثر حمايه بالعراق، هنا ماكو. حال الناس. ولكم امريكا جنه مال الله، جنه الله خالق، جنه بالاخره وجنه بالارض. فاللاجئ اللي يجي هنا لا تفكر بالدعم، اخذ الحريه، اخذ المستقبل هنا. روح على كنيسه يرجل لك بيت يعطوك فلوس يدعمك. هسه واحد يقولون ما حد يقول لك تعال صير مسيحي، حريه، ما حد يقول لك هذا الشيء. لا واحد عراقي هنا لاجئ يكذب عليك، تعبان. واحد خابرني بميشيغان قال لي انا صار لي 6 سنوات، شلون؟ ميشيغان رحت لها اني، رحت حي العربي هذا ب 11 حسينيه و3 جوامع. صار له 7 سنوات او 6 سنوات، يقول لي ما احكي لغه. اذا انت ساكن بحي العربي، المطعم يشتغلون عرب، المعامل كل عرب مندمج وياهم، امورك تعبانه، حياتي يا شيخ. انت من تقول مو زينه ارجع. امريكا جنه مال الله، حريه، حياه، فلوس، مستقبل. انت تجيب الفلوس، مو ظل نايم للظهريه لاجئ هنا. يوم تجيب الثاني اشرب، اطب ملاهي، العب قمار، بس اشتغل فلوس. فيكذبون عليكم ناس كذابين ذولي، ناس مستقبل حياه، مستقبل. فيما الله. باي، سلام لكم، باي.